السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة جديدة وهي الكاساتا البورسعيدي. الكاساتا البورسعيدي عبارة اصلا عن ايس كريم بس بطريقة مختلفة شوية. يلا بينا بقى مع بعض نشوف مكوناتها ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معايا لتر لبن هنا او كيلو لبن، ما يعادل 4 كوبايات من اللي هي 250 ملي، وحطيت عليها 3 4 معالق من السكر حسب انتي بتحبي السكر قد ايه. انا حطيت 3 معالق ونص. ومعايا هنا كمان كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، وكوبايه الا ربع من النشا. كل ده هدوبه كده على البارد قبل ما ارفعه على البوتاجاز. بعد ما ادوبه كويس جدا والسكر يدوب والنشا وكل حاجه ما تبانش في الحليب، هقوم رفعها على البوتاجاز لحد ما القوام يتقل شويه زي ما حضرتك شايفاه كده بالمنظر ده. هسيبها تبرد خالص. اهم حاجه غطيها بكيس حراري او كيس تلاجة او من اللي هو الاسترتش راب عشان ما تعملش وش كده، ولحد ما تهدى تدخليها التلاجة لحد ما تبرد تماما معاكي. بعد كده هجيب بقى بولة كده واحط فيها كوباية من الكريم شانتيه وكمان كوباية من الحليب البارد او المية الباردة، بس اهم حاجة يعني تكون حاجة باردة. بس طبعا الحليب بيديلها طعم احلى وبيديلها طعم الايس كريم بتاع الحليب. وحطيت معلقتين من السكر، وبعد كده لما ضربتها كويس بالمضرب والكريم شانتيه لف كده، جبت بقى الكريمة اللي انا عملتها في الاول اللي بردت في التلاجة دي، وضفتها على الكريم شانتيه اللي انا ضربته معاكم بالمضرب. هو القوام بيبقى بالشكل ده كده. هقسم بقى الخليط ده كله كده. قسمت هنا 3 كوبايات او 3 كوبايات ونص، وهقسم طبق تاني كوبايتين وطبق تالت كوبايتين. يعني هقسم الايس كريم ده كده لكذا حاجة، بس بخلي الطبق ده فيه كمية اكبر، يعني بحط فيه 3 كوبايات والباقي كوبايتين كوبايتين. هيكون معانا 3 اطباق. تمام كده. اول طبق معايا هنا ده كوبايتين من الكريم شانتيه على الكريمه، حطيت عليه معلقه من الكاكاو الخام، او ممكن تحطي نوتيلا اي حاجه اللي انت عايزاه. انا كان متوفر عندي كاكاو خام، حطيت معلقه بس. وضربته بالمضرب لحد ما بقى ايس كريم شوكولاته وحطيته في الفريزر. هنا بقى معايا الكريم شانتيه الطبق التاني، حطيت عليه بيوري من المانجا كوبايه كده، لازم تكون تقيله. وكمان كنت حاطه سكر على فكره في بيوري المانجا ده، وضربته برضو بالمضرب كده لحد ما بقى ايس كريم من المانجا. لقيت اللون فاتح شويه، ضفت عليه لون اصفر عشان يدي اللون بتاع المانجا شويه، وبرضو هحطه في الفريزر عشان يجمد معايا. كده عملنا ايس كريم المانجا وايس كريم الشوكولاته. معايا هنا بقى الكميه اللي كانت اكبر اللي هي 3 كوبايات من الكريم شانتيه على الكريمه، حطيت عليها معلقتين من الحليب المكثف المحلى وانا عاملاه، وهبقى اقول لك طريقته بتتعمل ازاي. وضربته كده برضو بالمضرب، وبرضو ضفت 3 4 نقط كده من اللون الاصفر عشان يديني اللون بتاع الكاساتا اللي هو البيزك الاصلي اصلا اللي هيتحط في اركان كده العلبه، وهتشوفيه دلوقتي انا هعمل ازاي. وحطيته برضو في الفريزر البيزك اللي بقولك عليه اللي انا حطيت عليه نقط صفر ده. هنا بقى انا هجهز برضو كريم شانتيه كده. حطيت كوبايه من الكريم شانتيه وعليها ميه ساقعه قد الكريم شانتيه بالظبط، وحطيت معلقتين سكر، وكمان ضفت معلقتين من القشطة بتاعت وش اللبن، وضربتها برضو كده بالمضرب لحد ما القوام تقل معايا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده كده. ممكن تستخدمي في الوصفة دي حليب مش مية، بس انا ضفت مية ساقعة عادية من التلاجة يعني. وبعد كده جبت 3 4 معالق كده من الفروتة المسكرة او فواكه مجففة، لان هي في بلاد اسمها فواكه مجففة وفي بلاد اسمها فروتة مسكرة. جبت بقى معايا العلب دي اللي هي بتاع غزل البنات دي او بتاع الكاندي او المارشميلو والحاجات دي. طبعا بتغسليها كويس، لو مش عندك هي بتتباع عند مستلزمات الحلويات. بتوع مستلزمات الحلويات بتشتري علبتين ولا حاجة، وبتجيبي بقى بتحطي معلقتين 3 كده من البيزك اللي هو كان الكريم شانتيه وعليه الحليب المكثف المحلى. وحطيته في الفريزر طبعا زي ما قلت لحضرتك. وبعد كده جبته بقى حطيت 3 4 معالق كده من البيزك ده، ورفعته كده على الحروف بتاعة العلبة اللي معايا دي. بتخلي الطبقة سميكة شوية بالمنظر ده كده، وحطيتها في الفريزر عشان البيزك ده بيسيح بيسيح بطريقة فظيعة.
ودي العلبة التانية هعملها بنفس النظام وبرضه هحطها في الفريزر. سبته في الفريزر لحد ما تشمع كده، بصراحة سبته حوالي 3 ساعات لحد ما تشمع. وطبعا الطبق كمان بحطه في الفريزر عشان ما يسيحش، لان هي بتسيح مفيش 5 دقايق، وبتسيح بطريقة يعني بسرعة بشعة يعني. اهو برفع كده لحد فوق، وبعد ما سبته 3 ساعات جبت بقى ايس كريم الشوكولاته اللي انا عملته، وبحط كده في ارضيه العلبه اللي هي البلاستيك، وبسويه كده كويس. حطيت في العلبتين. وكمان هجيب ايس كريم المانجا، هو كان من النص عندي هنا كده كان سايح بس عادي يعني. بس اهم حاجه يعني انتي لما تيجي تعمليه اعمليه يكون متماسك عشان الطبقات ما تدخلش على بعض. وبعد ما عملت ايس كريم المانجا في العلبه دي وفي العلبه دي، جبت بقى القشطة اللي أنا عملتها من الكريم شانتيه ومن قشطة وش اللبن، واللي هي عليها فروتة مسكرة كمان، وحطيتها فوق كده الوش فوق الآيس كريم المانجا. والطبقة الأخيرة اللي هي اللي لونها أصفر البيزك الأساسي بتاع الكاسات، جميلة جدا وطعمها جميل. دي العلبة التانية، أنا حطيت العلبة الأولانية خلاص قفلتها وحطيتها في الفريزر، ودي العلبة التانية برضو. بجيب بقى اللي هو البيزك الأصفر اللي أنا كنت حاطة عليه الحليب المكثف المحلى، وبقفل كده الطبقة الأخيرة فوق القشطة اللي هي بالفروتة المسكرة، وبقفل العلبة بحطها في الفريزر زي التانية بالظبط. مش هفتح عليها إلا تاني يوم، بتسيبيها في الفريزر لحد تاني يوم أو أقل حاجة 8 ساعات. تاني يوم بقى كده طلعتها من الفريزر لقيتها خلاص جمدت. سبتها شوية فكت كده، بس أنا سبتها يعني زي 10 دقايق. انتي ما تسيبهاش 10 دقايق، مفيش دقيقتين وهتلاقيها فكت أصلا من العلبة. لأن زي ما قلت لحضرتك البيزك الأصفر اللي بره ده اللي محوط الآيس كريم من بره ده بيسيح بسرعة رهيبة. بالشكل ده كده. هي مشهورة هناك في بورسعيد ان هي بتتقطع بالشكل ده. لو انتي مش عندك العلب المدورة بتاع غزل البنات دي، ممكن عادي تعملها في علبة مربعة وبتتقطع مربعة عادي مفيش اي مشكلة، بس هي مشهورة بالشكل ده. دي العلبة التانية بقى زي ما حضرتك شايفة كده متماسكة، لان انا ما سبتهاش كتير ان هي تسيح، متماسكة جدا. فانتي يعني يا دوبك دقيقتين وهتلاقيها اتقلبت من العلبة لوحدها. برضو هقطعها بنفس النظام كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبعد كده هرصها في الاطباق بقى باي شكل انت عايزاه. انا رصيتها بالمنظر ده كده، والطبق التاني زي مروحة كده او اي حاجة عشوائي يعني. تعالوا بقى ندوق الطعم. بصراحة الطعم رهيب جدا. انا ما دقتهاش في بورسعيد، بس يعني اللي سمعته عنها بتبقى طعمها حلو والحمد لله. يعني اللي دقوها من عندي قالوا ده هي اطعم كمان من بتاعة بورسعيد اللي بتتعمل في المحلات. جربيها بقى بالطريقة دي، مش هتندمي، هتعجبك جدا وتعجب الأطفال. ولو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس وكمان اللايك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم بقى في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.